أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل محمد. وخيراتنا كيمن لبرنامج هيهات من الذلة وحلقي تازة لفضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام. روايتي نقل كيمن رادانا من خزمتان في كتاب كامل الزيارات عن الإمام الصادق عليه السلام. إشي الله سبحانه وتعالى وكل الله تعالى بقبر الحسين عليه السلام 70,000 ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة، يصلون عنده الصلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل 1000 صلاة من صلاة الآدميين، يكون ثواب صلاتهم وأجر ذلك لمن زار قبر الحسين عليه السلام. أي روايات مباركة باسكي إشي خدا سبحانه وتعالى إمام حسين قوري حفتا هزار لملائكة هانا دوري شعثا غبرا كأنما خلطوز هابانيان وقيرن أرى إمام حسين عليه السلام تاروش قيامت. ونمازش كان لدور قور إمام حسين عليه السلام نماز يكيان إشي الرواية صلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل 1000 صلاة من صلاة الآدميين. أينما زوختايكن أي ملائكة لإهدايكن هدييكن أرى زوار الإمام الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أيضا روايتي ديري إشي الله سبحانه وتعالى يق أمر داية بشمن مضمون كلام الإمام سلام الله عليه تحف قبر الحسين من كل سماء حفت إما عاصمان ديري من إشي لقشت عاصماني 100,000 ملك، يعني 100,000 ملائكة قشوي تايقة دور قور إمام حسين عليه السلام، يصلون عليه دعاء لإمام حسين كان إما يصلون عليه وقت يشي من اللهم صل على محمد وآل محمد أي دعائك را پیغمبر صلى الله عليه وآله تام مقامي برزو بكي. كذلك أي ملائكتي لوقت هانا دور بشت قور إمام حسين يشي يصلون عليه ويسبحون الله عنده ويستغفرون الله لزواره ويكتبون اسمه. ايش فضلك أرى زوار الإمام الحسين عليه السلام وقت استغفار كان أرى زوار إمام حسين عليه السلام وقت دعاء كان أرى زوار إمام حسين عليه السلام وقت ناويان نيسن إشن أيانا زوار الإمام الحسين عليه السلام. إسحاق ابن عمار والإمام الصادق بي عليه السلام نزيك بي والإمام الصادق بيشي من صحابي إمام الصادق بي شي شوي لشو ليالي العرفة لزيارة إمام حسين بي عليه السلام. إما زيارات ديري من زيارات مخصوصة يشنبي وق زيارة ليلة الجمعة، زيارة ليلة العرفة، زيارة ليلة عيد الأضحى، عيد الفطر، وهكذا شمل لشوي لشوان ليلة العرفة لزيارة إمام حسين بما عليه السلام. إشي بنجان فرديمة كانت وجوههم جميلة، رواية لوائشي وجوههم جميلة طيبة أرواحهم فأقبلوا يصلون الليل أجمع، فلما طلع الفجر إشي مني بنجا نفر 50,000 نفر ديم دموچويان جوانا روحيان خوشا ونماز كان تا وقتاي بانك دي بشي من شوكي إشي أو وقتا من دي سجودي بردم أرى خدا باعتبار آيام شوانا نماز شوكي مثلا ركوع سجودة سجدة الشكر إشي وقتها سجود كردم سرم برزة وكردم دي نيمة. يعني أي حادثة إسحاق بن عمار إشي من وتم يرى إمام الصادق عليه السلام. إمام الصادق وتبيم يا عمار أنه مر بالحسين عليه السلام 50,000 ملك وقت إمام حسين كشتريا 50,000 ملك إشي هاتنا سخوارو، ولكن نصرة إمام حسين نكردنا وقت تواسنا بشنا عاسمان خدا سبحانه وتعالى منع يان كرديا وتيا سبيان أرى نصرة إمام حسين نكردنا إسا أوان إذن نياشتنا أو إمام حسين عليه السلام خوي قبولنا كرديا نصرتي بكن، لأن پیغمبر صلى الله عليه وآله وأختي وتبي يا حسين إن لك درجة عند الله سبحانه وتعالى لن تنالها إلا بالقتل. فاحتمال أي 50,000 ملائكة إمام حسين خوي من عيان كردي لنصرتي، مع ذلك خدا سبحانه وتعالى وتبيان نياين عاصمان دي مينين لا يقور
الإمام الحسين عليه السلام شعثا غبرا إلى يوم القيامة. إشي أيانا خويانا أو بنجا هزار وقتا جديدة سانيا إسحاق بن عمار ومينيجي أن تارش قيامة أو رواية الهستا ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه شوريكا تابشن إذن بول لإمام سلام الله عليه حتى نصري إمام حسين بكن سلام الله عليه. يك فاصلة وإن شاء الله تيامنا وهايمنا خزمتان. وصلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي من خزمة وحديث الإمام الصادق عليه السلام وقتاي إسحاق بن عمار وتبي يبن رسول الله من بنجا هزار ملائكة ديمة لكربلاء زيارة إمام حسين كان عليه السلام وقتاي ود أنه وجوههم جميلة وأرواحهم طيبة. فباسكرد إمام الصادق عليه السلام أرى إسحاق بن عمار ود أي بنجا هزارة أي بشر نينا أي ملائكة وقتا إمام حسين عليه السلام كشتريا نصرتي نكردن وتمن أنه سببي تشبي نصرتي نكردن. أولا إذن نياشتنا لخدا سبحانه وتعالى أو الإمام الحسين عليه السلام خوي منعيان كرد كأنما خوي تواست برسيق أو مرحلة أو مقامة كوابي غمبر صلوات الله وسلامه عليه وتبي لن تنال هذا المقام إلا بالقتل. الحسين عليه السلام كأنما مضمون كلام الإمام سلام الله عليه والله سبحانه وتعالى وقتا منع أو ملائكي لكرت بان عاصمان كأنما إذن يتوي أرى نصري إمام حسين عليه السلام أو أنه أوي نتيونستي نصرة إمام حسين بكي عليه السلام بايته بتشوق زيارتي إمام حسين لفكره نوي. ولهذا إشي أي رواية إشارة ديري أرى بعض الدلائل. أولا الدلالة الأولى يشيغن أنه يك مكاشفيهس كما أنه إسحاق بن عمار مكاشفة أرايبي ملائكة غاندي. إما بعض علماء ديري من أيضا مكاشفة أرايان بو إمام الحجة ديرن صلوات الله وسلامه عليه وتشتيلي ديرن لغيب. طبعا أيانا بشر يعني بيش من مقام برز ديرن مكاشفة أرايان بو كأي صحابي مباركة إسحاق ابن عمار. دوم تيشت أنه نصري إمام حسين عليه السلام من الواجبات أنه آيام بايته نصري إمام حسين بكي عليه السلام أو نتيونست وقدرن نياشت لا بان نصرة إمام حسين عليه السلام أنه تني بيش من كهذه دلالة معرفية بايته أنه نصرتي بكي وزيارتي سلام الله تعالى عليه. فإما إشمل لزيارة وقتاي زيارة إمام حسين كيمن عليه السلام إشمل لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فإميس وقتاي تشي من زيارة إمام حسين عليه السلام أي نصرتك. أولا ديك باس كردي من أنه نصرتك أرى خمان أرى مذهب أرى الشيعة. ثانيا نصرتي أرى إمام حسين عليه السلام كأنما أو وقت إما وجودنا ياشتي من أصلا تا نصرتي بكيمن. فلجياتي أو نصرتي كيمن وزيارتي لجياتي أو نصرتي كيمن وذكر مصابي زيارتي كيمن نشر علومي عن كيمن سلام الله عليه. زيارة كيمن مثلا وجيرستنمان وزنجيرمان قشتي أيا نصرتي أرى إمام حسين عليه السلام وأرى مذهب أهل البيت عليهم السلام وأرى إسلام بشكل عام. إن شاء الله تعالى لي برنامج مباركة هيهات من الذلة بيان كردي من أي فضائلي أرى زيارة الإمام الحسين عليه السلام وزوار الإمام الحسين عليه السلام لخدات من سبحانه وتعالى يعني موفق ما بكي أرى زيارة إمام حسين عليه السلام أي صالة وقش صالة إن شاء الله. وتوري ما بكن أرى حلقيتر لحلقات هيهات من الذلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.